السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو، ويسعدنا الانضمام إلينا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. بداية، وبعد خيبة الأمل الذي حصدها المنتخب المغربي بعد المشاركة في كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، وبعد الإخفاق التكتيكي للمدرب وليد الركراكي في مباراة ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا، عند غياب كل من اللاعب حكيم زياش وسفيان بوفال بداعي الإصابة، وبعد أن تأكد للجمهور المغربي أن المنتخب يلعب بخطة واحدة، وعند غياب أحد اللاعبين يفشل الفريق في تحقيق الربح أمام الخصوم، وبعد تجديد الثقة في شخص وليد الركراكي لقيادة المنتخب المغربي، أقدم هذا الأخير البحث عن أسماء جديدة بإمكانها تقديم الإضافة مستقبلا رفقة المنتخب المغربي. وكشفت صحيفة العربي الجديد أن الناخب الوطني سيتخذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة المنتخب الوطني المغربي في القريب العاجل، بغرض العودة إلى سكة الانتصارات، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين المؤهلين لتقديم الإضافة المرجوة. وأضاف المصدر نفسه أن هناك أسماء جديدة ستنضم إلى المنتخب في المعسكر التدريبي لمنتخب المغرب في مارس المقبل، وذلك بغرض تدعيم صفوف النخبة الوطنية. وأوضحت الصحيفة بخصوص احتمال دعوة اللاعبين سفيان رحيمي وريان مي ومنير الحدادي أن كل شيء وارد، بشرط أن يحافظ هؤلاء على أدائهم مع أنديتهم ويعملوا على الرفع منه أكثر. واختتم المصدر ذاته أن وليد الركراكي يكثف جهوده حاليا لإقناع إبراهيم دياز بارتداء قميص المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.